الولد قرب من عمرو دياب الهضبة علشان يتصور معاه سيلفي، فطبعا عمرو دياب مرضاش، وهو ماشي الولد مسك قميص عمرو دياب من ورا، جاء عمرو دياب واخده على حنكه. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أخطر وأغرب القضايا والجرائم والحوادث. لكن أحداث هذه الحلقة غريبة حبتين. لما عمرو دياب اللي الجمهور وهو مسمي نفسه بالهضبة كان في فرح، الفرح ده بتاع بنت منتج كبير، والبنت هيتجوزها ابن رجل أعمال برضه كبير، ناس تقيلة في مصر ومعارف وسلطة والدنيا هايصة. المهم، فيه شاب، الشاب ده اسمه سعد أسامة من الأقصر، مخلص كلية الهندسة، وطبعا مش هيقعد بقى لأنه هيقدم في الجيش بتاعه في شهر 7 القادم. شغال في قاعة أفراح علشان 200 300 400 جنيه 500 جنيه حد أقصى، يلقط رزقه ويلقط عيشه ويروح مستور لحد ما يدخل الجيش ويطلع من الجيش، إن كان بقى سافر سفرية ولا ربنا كرمه بوظيفة حكومية ولا الكلام ده كله. عمرو دياب جاي يحيي الفرح بتاع بنت المنتج دي. طبعا الشاب سعد أسامة كغيره من الشباب حب يتصور سيلفي معاه. طبعا عمرو دياب الهضبة مشي شوية، ديكهم مسكوا من البدلة بتاعته ولا القميص من ورا، جه لما مسكوا جه عمرو دياب عطوله على بقه أو على صداغه بالكف وجه ماشي. الفيديو انتشر ملايين المشاهدات على مواقع إلكترونية مختلفة والسوشيال ميديا، بقى فيديو عالمي، ترندات مش ترند واحد. الناس كلها مستاءة وزعلانة ما بين مؤيد ومعارض. المؤيدين لعمرو دياب بيقولوا طب هو ماله ماله بيشدوا ليه، والمعارضين بيقولوا ده عمرو دياب بيتكبر. ونترك لكم طبعا حرية النقاش، كل واحد يقول رأيه في التعليق. من هنا أبو الولد طلع وخرج وقال إعلاميا، اتكلم قال ده احنا مش عارفين نحط راسنا في الصعيد، ما احناش عارفين نحط راسنا في الصعيد، لأن الصعيد فيها الكلام ده خط أحمر. أنا عندي كان ضرب ابني بالنار ولا لطشوش على وشه بالكف. مسألة الكف دي عندنا في الصعيد أو من ضرب النار. وابني من ساعة اللي حصل ابني سعد ما بيطلعش من الأوضة بتاعته، حبيس أوضته جاته زي عقدة نفسية. طبعا فيه يعني شخصيات عامة وشخصيات كبيرة نصحوا عمرو دياب انه يطلع يعتذر، لكن الى وقتنا هذا ما اعتذرش. ابوه قال ان انا قمت بتحرير محضر ضده، وروايات تقول ان اكتر من 13 محامي من بلده ومحافظته رفعوا قضية على عمرو دياب الهضبة. دي السهرة ودي السهرة، لكن رأينا احنا المتواضع، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه اللي يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر تحرم عليه الجنة. خلاص يا هضبة، اللي اداك بالناس، اللي اداك باليمين وعشاك يدي الناس بالشمال. مثل كانوا يقولوه الجماعة الكبار رغم انه مثل يعني مش كويس، اللي اداك باليمين يدي الناس بالشمال، لأنه ربنا بيوزع الأرزاق بمعرفته. ولكن أمثلة كانوا يقولوها الكبار في بعضها حلو وبعضها مش حلو. انت ربنا عشاك وبقت يعني اتعرفت واشتهرت، واحد من متابعينك أو معجبينك جاي يتصور معاك، خلاص تواضع، من تواضع لله رفعه. تصور يا أخي معاه، اتقت معاك بعض صور السيلفي التذكارية يعني. نفس ذات الوقت الولد ده قبل كده كان برضه في قاعة أفراح، ومحمد رمضان برضه كان عايز يتصور سيلفي معاه. طبعا محمد رمضان طنش ومشي وسابه، لكن ما ضربوش وهانوش زي ده كده. طبعا ما حدث هذا أمر جلل، لأن في سنة 1950 الفنان
وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان رايح يدلي بشهادته في قضية ما، قضية معينة في المحكمة، راح يدلي بشهادته. القاضي رفض شهادة محمد عبد الوهاب، وكان موسيقار كبير وفنان كبير. قال ده مشخصاتي، والمشخصاتي ما ناخدش بشهادته. لحد القانون ده ما اترفع سنة 1952 بقى ياخدوا بشهادتهم. يعني من قبل 52 أي واحد مغني أو مطرب أو الكلام ده كله يروح المحكمة ما يتاخدش بشهادته، ويقول لك ده بيتغير في القول والفعل، بيتغير في القول والفعل. أصبح النهاردة الهضبة وغير الهضبة هم اللي الناس بتجري وراهم، وتقل من جهدها وتقل من كرامتها. طب لا، احفظ ماء الوجه عندك يا أخي، يا أخ سعد أنت وغيرك. أنت لما تتصور مع الهضبة ولا عمرو دياب، يعني أنت صورت جنب الكعبة؟ صورت جنب الكعبة؟ هو إن كان يعني فنان ولا مطرب مشهور ولا له جمهوره، هو حر، كل واحد يعني له جمهور. لكن الأمر اللي عمله أمر جلل، إنه يرفع إيده ويصفع واحد بالكف. محدش النهارده أحسن من حد. وبالفعل محافظات الصعيد كلها على قلب راجل واحد زعلانة ومستاءة من هذا الأمر. لو أنت يا فنان يا عمرو دياب يا هضبة، الهضبة دي يعني قمة، لكن أنت أساسا لو أنت هضبة زي ما الناس مسمياك كنت طلعت واعتذرت لهذا الشاب. لأن الاعتذار ده يعني بيرفع من مقامك ويعلم من مقامك. اطلع وقول أنا بعتذر لك يا سعد، وروح للبيت والسهر معاه. أنا يا ابني كنت متضايق ونفسيتي متضايقة ولا الكلام ده كليته، لكن يا ابني عفى الله عما سلف، وأنا زعلان ومستاء، وسامحني يا سعد. وكنت قبلته بين عينيه وحبات في راسه كمان. لأن السهرية مش على دوب سعد بس، لا، السهرية على دوب شمال الصعيد ومصر كلها والعالم كله. كل العالم زعلان، مفيش حد النهارده بيضرب حد على وشه، لأن مفيش حد أحسن من حد. ربنا كان عطاك قرشين ولا غناك ولا كل ما فوق التراب تراب يا هضبة. كل ما فوق التراب تراب يا هضبة. كل ما فوق التراب تراب يا هضبة، وعند الله تجتمع الخصوم. ومن مكاننا هنا بندعو الأخ سعد أسامة إنه ما يزعلش نفسه ولا يحزش الأمر في نفسه، لأن خلاص هو طالما أرضى لنفسه إنه يهين واحد ويضرب واحد خلاص، وكفاية عليك ملايين المشاهدات، الناس كلها بتدعي لك وبتقول الله يصبره. والفيديو ده كان عمرو دياب له شعبية عند بعض الناس كسر، رقت وقللت من شعبيته خالص، والمتابعين بتاعته عيلتهم راحوا من على النت والكلام ده كله. فرب ضارة نافعة، وما تعرفش الصالح من الطالح اللي انا عملته او مشيت معاه. سعد دي أسامة بيقول أنا كنت من ضمن المغرمين والمعجبين بالهضبة، لكن لما ضربني بالكف صوت من نظري، ده مش صوت من نظرك أنت بس، ده صوت من نظر ملايين البشر في مصر وخارج مصر. لأن يا أخي لا إله إلا الله، لا كده، ده التواضع من شيم الرجال. التواضع من شيم الرجال. التواضع من شيم الرجال يا هضبة. لا كده، لو أنت بدل ما تتصور معاه سيلفي وتحنو عليه، خلاص العملية يعني خلاص بقى كبر ووصل لحد الدرجة دي. طب ما انت شوية تراب ومخلوق من ماء مهين، وهتروح فيها بعد ما تدفن بيومين محدش يقدر يقعد جارك انت وغارك من الريحة من الريحة. لا كده بس. نأمل ان الامر يكون له عبرة او في عبرة للشباب، والشباب يعني ما يروحش ورا الكلام ده كليته، ولا يتصور مع مشاهير سيلفي ولا الكلام ده كليته. كل واحد مقضيه وجعه وهمه وحزنه. دمتم في امان الله.